يا عائشة، يوم على بغل ويوم على جمل. أعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة سيدنا ومولانا الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما. فالإنسان إذا توفي أو استشهد فيدفن عند أحبائه أو عند أقربائه، فأراد أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه وبني هاشم أن يدفن الإمام الحسن جنب قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا من حقه أو حقهم الشرعي. فبعدما حملت الجنازة إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، خرجت عائشة وهي راكبة على الحمار، قالت: لا أحب أو لا أحب من يدفن في بيتي. مضمون الكلام يعني أنا ما أريد اللي ما أحبه يدفن ببيتي. يعني هي بصريح هذه العبارة أنه لا تحب الإمام الحسن صلوات الله عليه، وهي كانت أول أو ثاني المخططين لقتل الإمام الحسن من قبل معاوية وجعدة زوجة الإمام الحسن وعائشة وغيرهم، كانوا مخططين لقتل الإمام الحسن، فلم يستطيعوا في الحرب، فدس له السم على يد زوجته جعدة، فقتل الإمام الحسن صلوات الله عليه. فكما قلت حملت الجنازة إلى قبر الرسول، فخرجت عائشة وغاضبة ولم ترضى بدفن الإمام الحسن جنب جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أن تضرب الجنازة بالسهام، حتى تقول الرواية 70 سهم في صدر الإمام الحسن صلوات الله عليه، بأمر من عائشة. قالت لهم: ما أريد أن يندفن هنا، فأمرتهم بالسهام. وكانت وصية الإمام الحسن بدون قتل وبدون أي سفك من الدماء. هذه عائشة زوجة النبي تمنع ريحانة النبي صلى الله عليه وآله والحسن أن يدفن عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. وكما قال أحدهم، الآن سننظر إلى المقطع الأخير، وأرجو منكم أن تشاركون هذا المقطع. هذه عائشة، وفي صريح الروايات اللي موجودة، لا قضية طائفية ولا هم يحزنون. هذه اللي تدعى أم المؤمنين وليس بأنها أم المؤمنين، تمنع الحسن وتضرب جنازته بالسهام. هكذا فعلت عائشة. الله الله يا بني هاشم، لا تدفنوا في بيتي من لا أحب، نقول لكم اذهبوا به، إنكم قوم منقسمون. هيا اسقوا جنازة بالسهام. يا عائشة، يوم على بغل ويوم على جمل، فوالله لا تملكين نفسك ولا تملكين الأرض عداوة لبني هاشم.